قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. فيلمنا بيبدأ باتنين رجالة وهم بيشتروا معدات وبيجهزوا أوضة وبيرتبوها وبيعملوا أكتر من قفل للباب وبيتأكدوا إنها متأمنة كويس ومفيش أي مخرج ولا صوت بيطلع منها، وبيطلعوا بالعربية وبيقفوا في مكان وبنعرف إنهم واقفين علشان يخطفوا أي بنت تعدي، ولما بتيجي الفرصة بيغطوا وشهم وبينزلوا يخطفوا بنت معدية وبيروحوا بيها للبيت، ولما بيوصلوا بيدخلوها للأوضة وهي بتحاول تفلت منهم لكن مش بتعرف وبيكتفوها من رجليها وإيديها، وكل ده بيكونوا مخبيين وشها ومش بتتعرف على شكلهم. كمان بيفضلوا يصوروها وبيشيلوا الغطا من على وشها وبياخدوا لها كام صورة وبيطفوا النور وبيقفلوا عليها الباب كويس، وواحد منهم بيسأل التاني لو هو بعت الصور وبيعرفوا إنه بعتها، وبيدخلوا لها تاني وبيعرفوها إنهم هيشيلوا الماسك من على بقها علشان تشرب، ولو صرخت أو عملت صوت هيقتلوها، وبيعرفها إنهم مش هيأذوها لو تعاونت معاهم، ولما بيشيلوا الماسك من على بقها بتعرفهم إنها عندها طفلة ولازم ترجع لها، وهو بيعرفها إنه عارف عنها كل حاجة كويس، وكمان بيشربوها وبيخبوا وشها تاني. ولما بيخرجوا واحد منهم مش بيكون عايز ياكل وده بيضايق التاني وبيقوم يزعقله ويتخانق معاه وبيقوله انه عارف اللي في دماغه كويس وانه دلوقتي حاسس بالذنب وعايز يسيبها ترجع لبيتها من تاني، وبيعرفه ان ده مستحيل لانهم خلاص خطفوها ولو عملوا ده هيكلفهم حياتهم وهيتسجنوا لمدة 25 سنة ومحدش هيشفق عليهم، وبيعرفوا انه هيخرج ولازم يفضل صاحي ويراقبها كويس. ولما بيخرج صاحبنا التاني بيدخل عندها وبيحاول يلمسها لكن بيرجع في كلامه وبيطلع من الأوضة، ولما بيرجع التاني من بره بيعرفوا انه بعت الصور لباباها وطلب منه مبلغ كبير وانه في الاخر كان متردد وفضل يماطل معايا، وده لانه دخل الشرطة في المكالمة عشان يعرفوا المكان، لكن هو كان ذكي واتخلص من الموبايل وزميله بيسأله هيعملوا ايه، وبيعرفوا ان باباها محتاج حاجة مقنعة اكبر من كده عشان يوافق يديهم الفلوس، وبيدخلوا لها بالكاميرا وبيعرفوها انها هتصور فيديو لباباها وهتطلب منه يديهم الفلوس والا هيقتلوها، ولما بيفكوا ايديها بتتكلم قدام الكاميرا وبتعرف باباها انها اتخطفت من قدام البيت ومش عارفة هي فين، بس ده بيضايق الخاطف وبيوقف الفيديو بيقول لها ما تحكيش قصة حياتها وان شكلها مش خايف، وعلشان كده بيخلي زميله يحط السكين على رقبتها عشان تخاف، وفعلا بتخاف وبتقول لباباها يدفع لهم فلوس لانهم خاطفينها وممكن يقتلها في اي وقت وبتفضل تعيط، ولما بيخلصوا الفيديو بيربطوها تاني من ايديها ورجليها وبيخرجوا، ولما بيخرجوا بيتفرجوا على الفيديو وبيكونوا شايفين انه مقنع جدا وبيروحوا الخاطف علشان يبعتوا لباباها وبيأكد على زميله وراقبها كويس، ولما بيدخل لها بتعرفه بالإشارة إنها عايزة تدخل الحمام وبيفك رجليها وبيشيل الماسك من على بقها، ولما بيلف بتقدر تخبطه وتاخد منه المسدس وبتهدده علشان يديها المفاتيح ويسيبها تمشي، وهو بيحاول يهديها لكن هي مش بتسمعه وبتضرب رصاصة بس بتيجي في الحيطة، وبيقول لها تهدى وبيعرفها إنه داني وبيشيل الغطا من على وشه وبيطلع إنهم عارفين بعض وإن داني حبيبها. طبعا هي بتتصدم لما بتشوفه وبتقوله إزاي يخطفها ويعمل فيها كده، وبيفهمها كل حاجة ودي خطة علشان ياخدوا من أبوها فلوس، وده لأنه غني جدا وبخيل وإنه عارف إنها مش بتعرف تاخد منه أي فلوس، ولما ياخدوا الفلوس هيهربوا هما الاتنين وهيعيشوا سوا بيها، وهي مش بتكون مقتنعة بكلامه خصوصا إنه خطفها وخوفها بالشكل ده، وبيعرفها إنه مقلهاش علشان الموضوع يبان طبيعي وكمان علشان زميله فيكتور ما يشكش في حاجة، وبيطلب منها تتعاون معاه وتساعده، وبيقول لها إنه طلب من باباها 2 مليون دولار وبالفلوس دي هيقدروا يعيشوا أغنياء بقية عمرهم. في الوقت ده بيوصل فيكتور وبيخبط على الباب وبيقول لها الأحسن تديله المسدس وترجع لمكانها بسرعة، وده لأن فيكتور مجنون وممكن يقتلها من غير أي تردد لو شافها بالوضع ده، وهي بتستجيب له وبتديله المسدس وبتطلب منه يبعد فيكتور وما يأذيهاش، وبسرعة بيرجعها للسرير وبيربطها وبيرجع يفتح لها الباب وفيكتور بيسأله اتأخر ليه، وبيعرفوا انها كانت في الحمام وفضل يراقبها وما كانش ينفع يسيبها، وبيسأله هو عمل ايه وبيعرفوا انه بعت الفيديو لباباها وهو اقتنع بس لسه هيتأكد انه هيروح البنك تاني يوم الصبح، وبيقوله ينام وهو هيراقبها كويس، وبيسأله داني هيعملوا ايه مع إليسا لما ياخدوا الفلوس من باباها، وفيكتور بيعرفه انه هيخلص عليها وهيقتلها. تاني يوم لما بيقوم فيكتور بيلاقي الوقت اتأخر وبيصحى داني وبيدخل لإليسا بسرعة ومش بيلاقيها بتتحرك وبيكونوا خايفين تكون ماتت، لكن بتقوم وفيكتور بيعرفها ان ده ميعاد الفطار وبيجهز لها داني الأكل،
وبيفضل فيكتور يأكلها وهي بتفضل تبص لداني. في نفس الوقت اللي داني بيلاحظ الرصاصة على الأرض وهي كمان بتاخد بالها، وبيكونوا خايفين إن فيكتور ياخد باله، وبيتسحب داني علشان يشيلها، بس فيكتور بيزعقله وبيقوله يفضل واقف مكانه ويراقبها. ولما بتخلص الأكل الطبق بيقع على الأرض، وبيجري داني ياخد المعلقة وبياخد الرصاصة معاه وبيخبيها في جيب البنطلون. ولما بيطلعوا بيروح الحمام وبيكون عايز يتخلص من الرصاصة بأي طريقة، ولما بيرميها في القعدة مش بترضى تنزل في المية، وبيشيلها تاني ومش بيكون عارف يسيبها فين. وفيكتور بيشك فيه وبيفضل يخبط عليه علشان يفتح، وبيسأله هو بيعمل ايه، وبيضطر داني يبلع الرصاصة. وبيدخل فيكتور عليه ومش بياخد باله من حاجة. ولما بيخرج من الحمام بيقوله انهم هيكونوا اغنياء والاكل هيروح لهم لحد السرير لما ياخدوا المليونين من ابوها، ومش هيكونوا فقراء تاني، وبيفضل يطمنه. ولما بيطلع من البيت بيدخل داني عند إليسا وبيشيل الغطا من على وشها، وبتقوله يفك ايديها ورجليها، وبيفكهم بس بيسيب ايديها التانية، وبتقوله انه مش بيثق فيها وخايف منها، بس هي بتحبه وبتثق فيه، وبتنجح انها تخليه يفك ايديها التانية وتقدر تتحرك. وبتسأله عن خطتهم، وبيقول لها انها هتكون في العربية معاهم وهيعملوا عملية التبديل، ولما ياخدوا الفلوس هيسيبوها ترجع لباباها. وبتسأله هيعمل ايه لو فيكتور نصب عليه واخد الفلوس ليه كلها، بس هو بيطمنها انه بيثق فيه، وبيعرفها انهم لما كانوا في السجن كانوا بيخططوا ياخدوا فلوس من اي رجل اعمال غني، وكان اغنى واحد في القايمة بتاعتهم باباها، بس هو معرفش فيكتور انه يعرفها، وقرروا يخطفوها علشان ياخدوا فلوس منه. وبتقرب منه وبتنيمه على السرير، وبتوصل ايديه للكلبشات وبتقدر تربط ايد من ايديه وبتسيبه، وبيقول لها تفكه، بس هي بتعرفه انه خطط يخطفها، ودي خطتها هي عشان تعرف تهرب منه. ولما بتطلع وبتوصل عند الباب بتكون عايزة المفاتيح علشان تعرف تهرب، وبتلاقي موبايل على الترابيزة، وبترن على الشرطة وبتعرفهم انها مخطوفة من 2 ومش عارفة هي فين بالظبط، وبتطلب منهم ينقذوها قبل ما حد منهم يقتلها. وبترجع له تاني وبتسأله عن المفاتيح وهي ماسكة المسدس وبتهدده بيه، وهو بيقول لها ان المفاتيح في جيب البنطلون اللي بيكون جنبه، وبتقرب منه بحذر وبتاخد المفاتيح وهي خايفة منه، لكن هو بيقدر يحاصرها وبيخنقها برجليه، وبيقول لها تديله المفاتيح، ولما مش بتعرف تقاومه بتديها له، وهو بيفضل ضاغط على رقبتها لحد ما بتفقد الوعي، وبيقدر يفك نفسه وبيلاقيها قطع النفس، وبيكون مفكر انها ماتت، وبيشيلها على السرير وبيكتفها تاني، وبيرجع كل حاجة لطبيعتها ولا كأن أي حاجة حصلت، وبيروح للحمام وبيستفرغ الرصاصة من تاني، وبيكون منهار. ولما بيخبط فيكتور عليه بيفتح له الباب، وبيعرفوا إنه أبوها وافق وعملية التبادل هتحصل دلوقتي ولازم ياخدوها ويتحركوا من هنا. وبيدخلوا عندها، ولما بيكلمها فيكتور علشان تقوم مش بترد عليه ولا بتتحرك، وبيسأل داني هو عمل فيها ايه، بس داني بيعرفه انه فكرها نايمه وما جاش جنبها، وفيكتور بيقوله ان الماسك خنقها، وبيروح بسرعه يجيب برفانات بيشممها ليها وبتفوق، وداني بيتفاجئ انها ما ماتتش، وبياخد فيكتور ويطلع علشان تاخد نفسها شويه، وكمان عشان ما تقولش اي كلمه قدام فيكتور وينكشف قدامه. وبيكون فيكتور قلقان، وداني بيهديه وانه هيفضل معاه وهيساعده يخلصوا من المهمة دي، وفيكتور بيطلب منه يطلع يجهز العربية علشان يتحركوا دلوقتي. ولما بيدخل عند إليسا بيشيل الغطا من على بقها، بس بيلاحظ ان الموبايل اللي كانت بتتكلم منه جنبه، وبيسألها هو جال هنا ازاي، وبيلاقي انها رنت على رقم البوليس، وبيفضل يسألها بس هي مش بترد عليه، وبسبب ده بيفضل يضرب فيها لحد ما وشها بيجيب دم، وبتفضل تضربه وبتندع على داني علشان يروح ينقذها، وبتعرفه ان داني هو اللي قال لها، وهو بيتفاجئ انها كمان عرفت اسمه، وبياخد باله من مكان الرصاصة اللي في الحيطة، وبيقول لها تحكي له كل اللي حصل والا هيخلص عليها في لحظة، وبتعرفه انها كانت عايزة تروح الحمام، ولما قامت خبطت داني وضربت عليه نار، وانه حكى لها الخطة كلها واتفق معاها ياخدوا الفلوس ويهربوا سوا. وهو بيكون مصدوم من اللي بيسمعه ان صديقه مقرر يخونه، وإليسا بتقوله انه ممكن يغير الخطة من تاني وياخد كل الفلوس ليه لوحده ويقتل داني لو هو عايز، بس اهم حاجة يسيبها ترجع لبيتها وبنتها. ولما بيرجع داني للبيت بيلاحظ ان فيكتور متغير معاه، وبيكون خايف يكون عرف حاجة من اللي حصل، وفيكتور بيفضل يلمح له انه عرف، بس داني بيحاول يكذب نفسه، وفيكتور بيفضل يوتره وبيسأله لو هو اتكلم معاه في اي حاجة، وداني بيأكد له انه ما اتكلمش معاه في اي موضوع، وبيدخلوا يدوا لإليسا حقنة منوم، ولما بتفقد الوعي بيلفوها في الملاية وبينزلوا بيها على السلم،
وبيدخلوا في العربية لحد ما بيوصلوا المخزن، وبيدخلوها جوه أوضة فاضية وبيربطوها. ولما داني بيكشف الغطا من على وشها وهي فاقدة الوعي، بيلاقي آثار ضربة على وشها، وبيسأل فيكتور عن اللي حصل، وهو بيعرفه إنه ضربها لأنها عصبت وفضلت تقول كلام تافه نرفزه. وفيكتور بيقول له يروح معاه ياخدوا الفلوس سوا، بس الخطة كانت إن داني يفضل معاها يراقبها. وده بيضايقه لما بيعرف إن فيكتور غير الخطة من غير ما يعرفه، وبيروحوا سوا للمكان واللي بيكون جوه الغابة. وفيكتور بيأمر داني يروح للمكان اللي عند الإشارة علشان يتأكد إن الفلوس موجودة. ولما بيوصل داني للمكان بينده على فيكتور، وبيروح فيكتور بس بيكتشف إن الحفرة فاضية وما فيهاش أي فلوس. وداني بيعرفوا إنهم خدعوهم وعملوا ليهم فخ، بس فيكتور بيفاجئه وبيعرفوا إن الحفرة دي ليه علشان يقتلوا ويدفنوا فيها، وبيخرج المسدس عشان يخلص عليه. وبيعرفوا إن إليسا قالت له كل حاجة بينهم، وإنه هيخلص عليه دلوقتي لأنه أحمق وغبي ويستاهل يموت. وهنا بينزل داني على الأرض، وبيفضل يترجاه يرحمه ويسيبه عايش، وبيفضل يماطل معاه في الكلام، وبيحاول يكسب وده بأي طريقة لحد ما بيقوم فجأة وبيوقعه على الأرض، وبيفضل يجري عشان يهرب منه. وبيجري فيكتور وراه، وبيقف وبيضربه بالنار، فبيقع داني على الأرض. ولما بيروح له فيكتور مش بيلاقيه، وبيفضل ينده عليه بصوت عالي، وبيكون داني مستخبي ورا شجرة وهو خايف ومرعوب منه. ولما بتفوق إليسا بتلاقي نفسها محبوسة في الأوضة، وبتفضل تصرخ عشان أي حد يسمعها ويروح ينقذها، بس محدش بيقدر يسمع صوتها. أما فيكتور بيروح يستلم شنطتين الفلوس، وبيركب عربيته الكبيرة وبيبدل الفلوس في شنطة تانية، وبيغير هدومه كلها، وبيروح يجيب البنزين من العربية التانية وبيكبها على عربيته الكبيرة وبيولع فيها. بعد كده بيروح لإليسا وبيعرفها إن كل حاجة انتهت، وبيجهز حقنة تانية عشان يخدرها، وبيكون ناوي المرة دي يخلص عليها. وهي بتفضل تصرخ وتترجاه يسيبها لحد ما بيدخل عليهم داني وبيخبطه وبيفضل يهدده بالمسدس، وفيكتور بيترجاه يسيبه عايش وما يقتلوش، وبيفضل يستعطفه علشان يبعد المسدس عنه وما يقتلوش، وبيعرفه انه اتصاب وهيموت ومش هيقدر يصمد، لكن لو اداله المسدس مش هيخلص عليه وهياخده يعالجه بسرعة قبل ما يموت. وبيحاول يقرب منه ويضغط عليه بالكلام، بس داني بيضربه بالنار مرتين وبيقع فيكتور على الأرض. أما إليسا فبتطلب من داني يفكها ويحررها، بس هو بيرفض لأنها عرفت كل حاجة وممكن تروح تبلغ الشرطة عنه. وبيسيبها وبيطلع يركب عربية فيكتور، وبيفرح لما بيلاقي شنطة الفلوس فيها، وبيكون مصاب ومش قادر يمشي، بس بيشغل الأغاني بصوت عالي وبيتحرك بالعربية. في نفس اللحظة بيكون فيكتور لسه عايش، وبيطلع المفاتيح من شنطة إليسا، بس مش بيقدر يناولها ليها، وبيموت وهي بتفضل تحرك رجليها وتمدها ناحية المفاتيح، وبتوصل لها في الآخر بصعوبة، وبتقدر تفك نفسها وتخرج من المكان، وبتشوف الشارع ومش بتكون مصدقة إنها بقت حرة أخيرا. وبتلاقي ورقة من الفلوس على الأرض، ولما بتبص بتلاقي عربية فيكتور وبتروح ناحيتها، وهناك بتلاقي داني ميت فيها، وبتسحبه وبتخرجه من العربية، وبتركب وبتفضل تعيط وهي منهارة، لكن بتستجمع قوتها بعد كده، وبتلاقي شنطة الفلوس جنبها، وبتقرر تاخد الفلوس دي وتهرب بيها علشان تكون غنية وتستمتع بحياتها بيها. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. سلام.